طول الوقت دلال كانت جنب سمير غانم، بتظهر له حبها من غير ضغط وبتعامله كأنه أهم شخص في حياتها. لما الناس اللي حواليهم كانوا بيحاولوا يحبطوها ويقولوا لها إن الموضوع مستحيل وما تديش لنفسك أمل فيه، كانت بترد بكل ثقة: هتجوز سمير غانم. تعرف القناص اللي هو ينشن وظبط النشان أو راح ضربة وبعد سنين من المحاولات سمير بدأ يشوف دلال بشكل مختلف، لقى نفسه مرتاح فعلا معاها. ما هو لازم كل ما احنا نتكلم ونقول على مزاجنا، انما لازم تيجي واحدة تروح بوم حسم المسائل. لقى فيها الحنية اللي عمره ما شافها في حد، والضحكة اللي بتطفي همومه. وفي يوم قال لها جملة غيرت حياتهم: تعالي نبدأ حياتنا مع بعض. فلقيته بيقول لي ايه: دلال انت عربيتك الجديدة عاملة كام ألف؟ انا قلت له 12,000. قال لي منهم 11 بتلفي ورا سمير. وتحقق حلم دلال عبد العزيز واتجوزوا سنة 1984، وعملوا فرح بسيط لكن كان مليان حب وفرحة وانتصار.